بنوتة مخطوبة لشاب لطيف لذيذ لزوز دمه شرباتة حبيبي ومستواه الاجتماعي عظيم وعنده عربية فارهة وقمر كل حاجة فيه تحفة. بس هو في ايه بقى ادج كده اهو؟ ايه العيب اللي هو ادج كده اهو ده؟ إيه ان هو بيطلب منها دائما وابدا انها تتغير. بصي بنت خالتي رفيعة ازاي؟ بص بنت عمتي شعرها حلو ازاي؟ اعملي شعرك احمر، لا اشقر، لا بني، لا بنفسجي، لا انتي طويله قوي، لا انتي قصيره قوي. بصي الممثله اللي هي فلانه الفلانيه طبعا كاتبه اسمها، طبعا الممثله دي احنا كلنا بنموت فيها يعني، وهي يعني قمر الجيل. تعرفيش تبقي زيها، تعرفيش مش عارفه ايه، انتي ما بتطويش من نفسك. او قاعدين في فرح، بصي القمر، بصي دي امي دي قمر، دي خطيره، دي عظيمه، دي فظيعه، وطول الوقت الاستاذ بالشكل ده. فهي بتقول لي رضوى انا والله بحاول، يعني انا على قد ما اقدر، يقول لي اتخن اتخن، يقول لي ارفع ارفع، يعني طولع العب عقله، اعملي مش عارفه ايه، اعمل ايه، كل شويه اغير من شكلي وانا مش عاجباه، انا مش عارفه اعمل ايه، وعايزه الجوازه تكمل، انا بحبه ودايبه في دباديبه وهواه بالنسبه لي، يعني هو كل حاجه في حياتي. فممكن يا رضوى تقولي لي كده، عشان انا شفت ان انت خسيتي وشكلك متغير ومش عارفه ايه، اعمل ايه؟ انت دايما بتقولي طوروا نفسكم. فانا ردي عليكي يا حبيبه قلبي انا من جوه كالاتي: طبعا انا مع تطوير النفس ومع تطوير الذات، ودايما بقول لكم طوروا من نفسكم وخسوا وخليكوا زي القمر، بس لنفسك مش لغيري. عايزه تكملي الجوازه على كده وتغيري له، انا ما عنديش مشكله، بس احنا كمان عندنا من الناحيه الثانيه بقى عندنا شويه طلبات. انت هتقصري له او تطولي له، وانت تقولي له انا عايزاك رفيع زي حماده ابن خالتي. عارفه حماده ابن خالتي او محسن ابن عماتي؟ انت فلوسك مش مكفياني، روح اشتري مصباح علاء الدين يطلع لك الراجل العفريت ده، قول له انا عايز ملايين كتير عشان انت بالنسبه لي فقير. حماده ابن خالتي لون بشرته اسمر كده وبروبرو وتحفه، عايزاك زي حماده ابن خالتي. جسم حماده ابن خالتي من غير كرش، خسس كرشك. بقول لك ايه يا حبيبي، طولك مش عاجبني، العب لي عقله اطولي 10 سم، وانت افضلي غيري من نفسك وهو يفضل يغير من نفسه زي حماده ابن خالتي كده بالظبط. ابن خالتي مش ابن خالتي. وبعدين هتكتشفي حاجتين في الاخر حتى لو كنتي مارلين مونرو. الحاجه الاولانيه ان الراجل ده ما بيحبكيش ولا عمره حبك، لان اللي بيحب حد ما بيشكلوش على مزاجه، كيفي كده، عايزاها تطول تطول، عايزاها تقصر تقصر. الحاجه التانيه وانا متاكده منها انك احتمال فجاه تكتشفي حماده ابن خالتي. يعني ايه؟ مش قصدي طبعا ان في حماده ابن خالتي، قصدي ان انت هتكتشفي فجاه بعد ما انت هتقعدي تعددي عيوبه وشكله وكرشه وطوله وقصره وعرضه وفقره او غناه او تصرفاته او صفاته، ان في حماده ابن خالتي في الخلفيه الطف كتير من الراجل اللي انا مش عاجباه. بالنادي بالتغيير، البرنامج ده معمول عشان حضرتك تتغيري. بالنادي ان شكلك يكون احلى واجمل واشيك، وتعملي اسنانك وتعملي ضوافرك وتغيري لون شعرك وتبقي انسانه دائما وابدا متجدده طبعا، بس لنفسك. يجي راجل بقى يتنك عليا يقول لي انا مش هكمل الجوازه الا لما تبقي مثلا زي رضوى الشربيني، هقول له امشي خد رضوى الشربيني واطلع بره وما اشوفش وشك هنا تاني خالص. اللي عايزني زي ما انا كده اهلا وسهلا بيه ويا ويلكم. اللي هيقعد يقول لي بقى اطولي واقصري، مع السلامه. بصوا، ما يبقاش بكرش، ما يبقاش ما بيعرفش يلبس، ما يبقاش حالته الماديه او امكانياته الماديه مش قد كده، ولا لسانه سليط، ولا ما بيعرفش ياكل، ولا ما بيعرفش يمشي، ولا مش بار بيا وباهلي.
واسيبه يتنك عليا؟ اسيبه يتنك عليا ليه؟ بابا مع السلامه يا حبيبي، وفي كتير، مش اخر قطعه. ها بلاش، هقولها تاني، بلاش ان في راجل يحسسك انه خلاص ده اخر قطعه بواقي. مش عايزه اقول لا، اللي انا عاجباه على كده اهلا، اللي مش عاجباه مع السلامه.